الغيبة. الغيبة هي الاختفاء والضياع، وفي اصطلاح التصوف هي قطع القلب علائقه بالعالم المادي والتجرد عن كل شيء سوى الله سبحانه. وتختلف كليا عن المعنى الذي تفيده كلمة الغيب، فالغيب هو الخفي غير المشهود، بينما الغيبة هي قطع العلاقة بما سواه تعالى رغم الشهود، فهي حالة غياب مع الوجود. وعلى ذلك يصح أن نقول إنها تجرد القلب عن الأحكام والأحوال الجارية في الوجود، أو غياب سالك الحق تماما عن كل ما يخص النفس من أحوال، مع تعرضه لزخات الواردات الإلهية. وباستمرار مثل هذه الواردات الإلهية الخاطفة للأبصار واستيلاء تجلي الذات على القلب كاملا، يعيش السالك حال الحاضر والغائب معا، وهذا يعني عدم القدرة على الرؤية عند النظر لشدة الظهور، وعدم القدرة على السمع عند الاستماع، والوقوع في تشتت الحيرة عند التفكر. ففي مثل هذا الوضع يصبح الحضور عين الغيبة بالنسبة لسالك الحق، والغيبة هي عين الحضور. وأفضل مثال لهذا هو النسوة اللاتي رأين يوسف عليه السلام، فإن مشاهدته في تلك الحال غيب عنهن الشعور بالسكاكين وما يقطعن بهن حتى قطعن أيديهن دون شعور، وذلك من قوة الغيبة. فلئن كانت مشاهدة جمال وجه يوسف عليه السلام الذي هو ظل جمال الله سبحانه يحول الحضور إلى الغيبة والغيبة إلى الحضور، فغني عن الإيضاح كيف تسكر سبحات وجهه العقول وتكدر الأبصار. إن تحول الغيبة إلى الحضور والحضور إلى الغيبة تماما إنما يتحقق للسالك بانغلاقه كليا عن كل شيء سوى أنواره سبحانه وتعالى. فسالك الحق في مثل هذا الوضع لا يشعر إلا به وحده، ولا يفكر إلا به وحده، ولا يتحرك ولا يسكن إلا بفكرة أنه تعالى يفوق التصورات، ولا يحصر النظر إلا إليه وحده. فمن جهة يبلغ الحضور الحقيقي، ومن جهة أخرى يبلغ حالة لا يقدر فيها على رؤية الأشياء والحوادث، ولا يقدر على الشعور بها، ولكن بخضوعه لخصوصيات بعض الأحوال يشعر السالك بالأشياء مجددا ويميز الحوادث. ويطلق على ذلك اسم الرجوع. وعندها يتقدم حضور ما سوى إلى الأمام، ويحدث خسوف بين القلب وصاحب القلب سبحانه، ولا ينجلي الخسوف إلا بالاشتياق التام والعشق التام والعزم التام. فكما بين فصول القبض والبسط فترات تستمر بالمناوبة واسعة أو ضيقة، كذلك بين الحضور والغيبة. وقد يستعمل الحضور مرادفا للشهود، ويقصد به أحيانا المراقبة، وأخرى المشاهدة. وقد يكون هذا المقام في الوقت نفسه مزلة الأقدام لكثير من السالكين،
تبعا لقوة نفوذ تجليات الواحدية والأحدية، إن لم يقيم بموازين السنة المطهرة، إذ يمكن أن يداخله شيء من الالتباس، كقولهم رأيت الحق بالذات وأمثالها. ونظرا لأن هذا الحضور يعبر عن نوع من الملكوتية مثل الانسلاخ بالكلية عن دنيانا الجسمانية والحيوانية، ومشاركة القلب والروح نفس الشعور، فإنه يعني العيش تحت ظل حظيرة القدس بشرط عدم الدخول في الشطحات والالتباسات. هذا الحضور عبر عنه حافظ الشيرازي بقوله: إذا ما شئت لقياه دائما لا تكن عنه غافلا أو غائبا أو نائما، إن كنت ترغب في وصل من تهوى من الأحباب إياك أن تقصد الدنيا وأهلها بالاقتراب. وهذا المفهوم يتوافق تماما مع الزهد بالمفهوم القديم، ويشارك الشيخ الأكبر هذه الفكرة بقوله: حضور القلب بالحق منوط بغيبته عن الخلق. والغيبة من حيث جهتها المتوجهة إلينا هي ما نسميه الحضور من حيث جهتها المتعلقة بالحق تعالى، ويختلف هذا الحال اختلافا كبيرا حسب مستوى السالك على النحو التالي: أولا، غيبوبة المحبين عن كل شيء غير المحبوب الحقيقي، فالسالك الذي يسيح في هذا المستوى يحصر النظر تماما عليه تعالى، وحتى علاقاته الضرورية والطبيعية تكون كلها لأجله تعالى، بحيث يشعر ويحس بأشياء منه تعالى في كل ما يقابله في السير الروحاني، ولهذا يلاطف كل موجود ويمضي. ثانيا، غيبة السالك الخبير بأركان الطريق، إذ يبدأ بالشعور في أعماق روحه بالعلم والحال معا حسب الأفق الذي وصل إليه، وبفضل هذا ينجو من ضلالة العلم المجرد غير المقترن بالحال، ومن غفلة الحال الذي لم يزود بالعلم، فيفوز بالحضور أمام الحق تعالى والغيبة عن الخلق. ثالثا، غيبة العارفين المشرفين بمقام الجمع، وفيها لا يشعر ولي الحق الذي ترقى إلى هذه الذروة بأحواله الذاتية ولا بمقاماته، كما يصير رمادا بددا بسبحات الوجه لذات الحق سبحانه، وأحيانا يجد نفسه مستغرقا حتى إنه لا يستطيع أن يلاحظ الأسماء الحسنى والصفات الجليلة. وفي مثل هذه الحالة الروحية يبوح السالك أحيانا بكلمات تذكر بفكرة وحدة الوجود، وأحيانا أخرى يلقي كلاما يشم منه وحدة الشهود، حتى إنه أحيانا أخرى يذكر ما يذكر بالحلول والاتحاد. وإن هذه المقاربة ليست إلا خلطا للذوق والحال مع الحقيقة. ويعبر لنا المرحوم عبد النافع عن مشاعره الخاصة بهذا المقام الذي يدعو للحيرة والدهشة بالآتي: شاهد هذه الحالة الغريبة يا هذا، ترى هل هذه الحالة غيبة
أم ماذا؟ لا يعقل السطح ما في هذه الأعماق، ولا طاقة له على دفع ما في أمواجها من إطباق. وهذا المقام في الوقت نفسه يتجاوز مرتبة معرفة الله بأسمائه وصفاته إلى مرتبة معرفة الذات الإلهية بذاته الجليلة سبحانه، حيث إن معرفة ذاته بذاته والاستدلال إلى ذاته بذاته والوصول إلى ذاته بذاته هي من أعلى المراتب وأسماها التي تتوجه إلى ملاحظة الذات الأكمل الأقدس، المنزه عن الكم والكيف، المعروف بالأول والآخر والظاهر والباطن، المنزه والمبرأ من الجسم والعرض والجوهر والتحيز. فلا يأكل ولا يشرب، ولا يحده زمان، ولا يحيط به مكان، ولا يعتريه التبدل والتغير والألوان والأشكال. وهذه المرتبة وإن كانت تعد مزلة الأقدام لبعض المشارب، فإنها تبعث أمل المشاهدة إلى عيون القلب المليئة بالحيرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل وسلم على سيدنا محمد الأواب، وعلى آله وصحبه الكرام البررة.